في هذا الفيديو غنردو فيلم على شكل قصة ممتعة، كونسيبت جديد في تلخيص الافلام. نتمنى يعجبكم وما تنساوش لايك والسبسكرايب. نبداو على بركة الله. تخيل معايا تكون غادي في الطريق ديال الجبال بوحدك ويوقع لك مشكل في الطوموبيل، حتى ربي غيصيفط لك شخص اللي يعاونك، ولكن هذا الشخص ماشي انسان عادي بل قاتل متسلسل. واش غتطبق الحل اللي درت انا باش تعيش ولا لا؟ سميتي ساندرا، واليوم غنعاود لكم على اكفس 3 ايام دازت في حياتي، بداية بالنهار الاول اللي غاديه فيه لعند خطيبي لولاية اوهايو. بالنسبة لي الوقت مهم لحقاش كنوجد في العرس ديالي، داكشي علاش اختاريت طريق مختصر عن طريق الجبال باش نوصل في اقرب وقت. ونجيكم الصراحة، ما بغياش نتزوج حاليا، مازال ما كنتخيلش راسي عايشة مع شي واحد في دار وحدة حياتي كاملة، ولكن الشخص اللي جا ما يمكنش نرفضو لحقاش ما غنلقى بحالو لا من ناحية المادية ولا الفكرية. هادشي اللي خلاني نزعم. في داك الوقت اختي عيطات لي باش تطمئن عليا وفي نفس الوقت باش توريني الاوتفيت اللي غتحضر به للعرس، ومن بعد كملت طريقي عادي. طلقت الديسك اللي كيعجبني وبديت كنغني معاه، وفي واحد اللحظة وبدون سابق انذار الموتور ديال الطوموبيل غادي يوقف. نزلت نشوف شنو كاين وغنلقى المشكل كاين في الباتري، بمعنى خاص شي واحد اللي كيفهم مزيان باش يصوبو. هزيت تليفوني والريزو كان ضعيف في داك البلاصه، رجعت كنت مشغل في الطوموبيل وتقول واش بغات ترجل. المشكله انها ماشي ديالي، ديال خطيبي، وانا ديجا ما كنفهم حتى شي حاجه في الطوموبيلات، فقررت نبدل حوايجي باش ما نوسخهمش ونحاول على الله. وفي داك اللحظه غيفاجئني واحد الشخص اللي ما عرفتش منين خرج. قال لي واش تحتاجي شي مساعده؟ كنت دايز من هاد البلاصه وبنتي لي واقفه وقلت يمكن يكون عندك شي مشكل وباغيه اللي يعاونك، وانا بطبيعه الحال عرضت عليه يعاوني. وفي داك اللحظه كان كيبان لي بحال شي معجزه صيفطها لي ربي سبحانه وتعالى. وهو كيقاد في العطب بدا كيسولني فين ساكنه وشنو سميتك والاسئله الاعتباطيه اللي كيدوروا بين اي وحدين اول مره غيتلاقى. ومن بعد ما قاد الطوموبيل شكرته وتوادعنا وركبت في طوموبيلتي. هنا كل شي كان مزيان، ولكن المسخ ديال عقلي قال لي حشومه، السيد عاونك وعطاك من وقته، وصل لي على الاقل غير شويه في الوجهه ديالو. وداكشي اللي كان ركب معايا وعرفت ان الوجهه ديالو في نفس طريقي، وتما غتبدا بيناتنا المعرفه. عرفت منه باللي ساكن في واحد القريه هو وباه، وتقريبا يوميا كيدوز من هاد الطريق لحقاش الخدمه ديالو في المدينه وترونسبور قليل، داكشي علاش كيمشي على رجليه. بدات هضره كتدينا الهضره حتى حسيت به باللي باغي يوصل لي شي حاجه. اكثر ملي قلت له نقدر نبات معاكم في القريه في شي اوطيل، تما بدا كيبزز عليا نجي معاه للدار، وباللي هاد الملاقيه ديالنا ماشي جات غير صدفه بل كاينه شي حاجه ربي باغيها توقع. وبدا كيدخل ويخرج في الهضره، وانا من بعد ما فهمت النوايا ديالو فين غاديه وقفت الطوموبيل وقلت له شكرا على الخدمه اللي قدمتي لي من وقتك، ولكن غادي تسمح لي وغتنزل هنا بحالك، ياك مولف كتمشي هاد الطريق على رجليك، ما بغيتش نقلب لك الروتين ديالك. وكي بغيت ننزل غيقول لي لا 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 عندك تغلطي، يحسب لك تدخل الحمام بحال خروجه. الا بغيتي ما تموتيش مع الدبا وتمشي تكملي حياتك مع خطيبك الزوين، طبقي هادشي اللي غنقول لك، وإلا مشيتي درتيها ولا ها مصيرناتك نجبدهم لك تشوفيهم، ياك انت اللي بغيتي تديني معاك ماشي انا، وتحملي العواقب قراراتك. كملي طريقك وفين قلت لك وقفي وقفي. مصيبه هادي طحت فيها، من وحده غاديه تزوج وفرحانه لوحده غادي تكرفصوا عليها وتقدر تموت. بدينا غاديين في الطريق وهي طيح عليا واحد الفكره زغبيه، ضربت عليه لقيته ما داير الصمته، وانا نقرر نتلاح من الجبل. اللهم نتفناو بجوج ولا السيناريو اللي كيدور لي في عقلي. وبالفعل حليت عيني لقيت راسي مقلوبه وكل دمايات. اما خينا كان برا الطوموبيل ومجبد وما عرفتش كيفاش نخرج. بغيت نخرج راسي ولكن رجلي كانت واحله، وكل ما بديت نتحرك الزاج كيجرحني. شفت في خينا لقيته كيتحرك، بمعنى مازال حي. حاولت نقرب ليا الموس اللي كان عنده، وفي اللحظه اللي خبيته غيطلل عليا وقال لي مازال عايشه، كنتي باغيه تفنيني ياك؟ ما كاين مشكل، حتى دابا انتي تما حتى تموتي بالجوع والعطش وما كاين حتى واحد اللي يعتقك في هاد الواد. باي. من بعد مشى وخلاني. داك الساعات بديت كنغوت بحر ما عندي لا على وعسى شي واحد يسمعني، ولكن كما قال في هاد البلاصه ما كاين حتى واحد اللي يعتقك. جا الليل وجا معاه البرد، ومع انا مضروبه بديت كنحس بالرجفه. كانوا عندي بعض الحوايج في الطوموبيل لبستهم، خليت الموس في يدي
ترقبا لشي حيوان مفترس يهجم عليا، وبقيت هكاك حتى داتني عيني. لا غد ليه كيفقت لقيت خينا واقف قبالة راسي. قال لي صباح الخير، كيف دوزتي هاد الليله الزوينه؟ مزيان ياك انت اختاريتي تموتي على تمشي معايا وتحملي مسؤوليتك؟ واش كيسحاب ليك بلي كنت باغي نخطبك؟ لا حنا ماشي ديال داك الشيء. صراحه كان السيناريو غيكون كفاس من هكا. مع انا مريض بالبنات شويه، ولكن انت دابا ما كاين مشكل. نشوفك كتعذبي احسن ما نوسخ فيك يدي. هنا طلبت منه يعتقني بالماء قبل ما نموت، ولكن مشى عاوتاني. داك الصباح داز بلا ما حتى نحاول ننجا، من غير اني كتبت رساله فيها جميع التفاصيل ديال شنو وقع وخباتها في الطوموبيل باش الا تسالت بيا الموت هنا يعرفوا شنو كاين. جا الليل ديال النهار الثاني، عاوتاني لبست الحوايج من البرد، وصدفه نغلق باكيه ديال الكارو فيها بريكه وقيله ديال خطيبي، واول مره غنعرف باللي كيكمي. والحسن الحظ انه كيكمي لحقاش بالمساعده ديال داك البريكه قدرت نتدفى شويه من البرد. واخا حرقت جميع لي سوفونير اللي معاه، ولكن حسيت بالراحه شويه. نعست الليله الثانيه وكيفقت لقيت بزاف ديال الفيران دايرين بيا. بديت كنقتل فيهم، ومع الجوع اللي كان فيا بان لي نقصي شي واحد. وبالفعل حاولت ناخذ غير اللحم اللي فيه ودرتو في عود وشويتو في العافيه. كان المذاق ديالو بحال الزبل شويه، وكنت غادي نرد، ولكن معدتي ما عندها حتى حل اخر من غير تعتق راسها. جا النهار الثالث وكالعاده خينا غيصبح عليا. قال لي مازال شاده في راسك، برافو عليك، وتعلمتي اساليب البقاء. حقا كي جاك المذاق ديال الفار لذيذ ياك، واخا عمري كليتو، ولكن مني شفتك ما خليتي فيه والو اذا لذيذ. وفي داك اللحظه تليفوني اللي ما كنتش عارفه راه من تحت مني غيبدا يصوني. سمعوا خينا وبدا كيتعافر معايا حتى حيدولي وهرسو قبالة عيني، وقال لي انا ما بغيتك تنجاي بسهوله، ماشي هادشي اللي مخطط ليه. انا بغيتك تعذبي قبالة عيني، ولكن انا نعطيك فرصه. جبت معايا ادوات وغنعطيك وحده منهم وانت دبري راسك. تما مد لي منشار وبديت كنشوف، وقلت له ما عندي كيفاش نستعملو، ورجلي واحله ما بين جوج حديدات ما غيعاونني في والو. قال لي شكون اللي قالك غادي تستعمليه الحديد؟ هذه فرصه ما بين يديك، بغيتي تعيشي قطعي رجليك ولا انتي تما حتى تنشفي من الدم. ما عندكش خيار واحد اخر، خليتك على خير. هنا كنت غادي نطرطق بالفقصه. شنو هي الحياه اللي خلاتها تخينا يولي هكا؟ من بعد بدا كيظلم الحال شويه بشويه، وانا بدات كتشد فيا الدوخه ديال العطش، وما كان عندي حتى حل اخر من غير نشرب البول ديالي. وباش عرفت راسي منحوسه كي شربت جوج جغمات تحت الشتا، ولكن هانيه جربت المذاق ديال البول تا هو. بديت كنجمع في الماء عن طريق ميكا حتى عمرت القرعه وشربت مزيان ونقدت راسي من الموت. دازت سوايع قليله حتى بديت كنسمع صوت جاي من الفوق. بديت كنغوت باحر ما عندي، ولكن كان غير خونا المريض النفسي جاي لعندي. هنا طاحت عليا واحد الفكره. خديت الفار ولصقت الاحشاء ديالو في رجلي وفي المنشار، بمعنى طبقت الفكره اللي قال لي، ودرت راسي ميته، والهدف ديالي هو يقرب مني. وبالفعل بدا كيتفقدني حتى تاكد باللي مشيت عند الله، وانا نغفلو بطعنه في كرشو، وخطفت منه السوارت ديال الطوموبيل اللي جا بيها وطلقت فيها الصوت ولحت السوارت بعيد. هادشي كامل باش الناس اللي دايزين يسمعوا الصوت ويوقفوا، ولكن هو كان مريقل كتار مني. طلع قدام طوموبيلته، واي واحد كيوقف كيقول له باللي ما كاين حتى مشكل، حتى غتجي السياره ديال الشرطه. وقفوا سولوا واش كاين شي مشكل، قالوا لا غير وقع لي عطا في الطوموبيل ووقفت وصلحتها. ومن سخريه القدر تشد لي السوارت في قلبها. انا في داك اللحظه بانوا لي الضوء ديال البوليس، بديت كنغوت وندير الاصوات، ومع الشتا كانت بزاف كان صعيب يوصلوا الصوت. وسوء الحظ ان حتى البوليسي مكلخ ما سولوش كدير هنا ولا فين هي الهويه ديالك اللي كانت معايا في الطوموبيل، وزاد من فوقها ركبوا معاه باش يوصلوا. انا في داك الساعات فقدت الامل وكنت كنتسنى غير الموت فوقاش تديني. وبالفعل كانت قريبه، لحقاش مع الشتا وبحكم اني طايحه قدام واد فغيتكب عليا الماء. كنت كنتخيل راسي غنموت بالجوع ولا العطش، ولكن كيبان لي بلي غنموت غرقانه. الطوموبيل بدات كتغرق بالماء، والغريزه ديال البقاء كتقول لي اللهم ضحي برجليك ولا تودعي الحياه. جبدت المنشار وكي بديت نقطع الطوموبيل غادي تقلب مع الموجه د الماء وغادي نتفك منها. ومن بعد 4 ايام ديال العذاب النفسي والجسدي خرجت حيه، ولكن انا شخصيتي معكسه شويه وما كننساش دغيا.
قلت لكم هادشي لحقاش في طريقي غنسمع الصوت ديال خينا جاي من واحد الدار، وكيبان لي بلي ماشي انا بوحدي اللي ضحيه ديالو. طليت من السرجم وغنشوف بزاف ديال الناس كيعذب فيهم، ومنهم حتى البوليسي المكلخ. عقلي حاليا كيقول لي كنتي حاسبه راسك ميته، حاليا عندك فرصه، وإلا ما فنيتيش عمرها تنسالك. وداكشي اللي كان خليته حتى طلع للفوق، وانا ندفعو من البالكون، ولحسن الحظ جا في الفخ اللي مصوبه هو. هبطت لعندو بكل فرح وقلت له كي جاك دابا الاحساس ديال الالم زوين، ياك انت كتلدد بيه، ياك ضحيتي بالناس كاملين باش تعيش فيهم هاد الشهور، ودابا ها هو فيك. اولا انت بغيتي فرصه كيما عطيتيني ياك. لحت له الموس وقلت له هادي فرصه ما بين يديك، بغيتي تعيش